السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة بقى جايه لكم فيديو جديد. الفيديو ده كان تكملة الروتين اللي فات، يعني بعد كده ما قفلت معاكم الفيديو وزي ما قلت لكم بقى كان النور مقطوع، فانا بقى قلت عبال ما النور يجي نكون اتغدينا. فتحت البلكونه عشان انتوا عارفين بقى النور بيبقى مقطوع كده، بتبقى الدنيا ضلمه، وانا بقى ايه يعني بعد ما اقول لكم يعني ايه اللي حصل، عايزه بقى اتكلم معاكم شويه. بس باذن الله الفيديو هيعجبكم، كملي الفيديو للاخر وما تنسيش حط لايك تحت الفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، علشان ان شاء الله باذن الله عيلتنا تكبر مع بعض وهنعمل حاجات حلوه قوي الفتره اللي جايه. بصوا بقى، اول حاجه عملتها ان انا فتحت كده البلكونه عشان النور قاطع، ورحت بقى لميت الغسيل واللي هو كان في المنشر عشان نوسع كده الدنيا، وهفرش بس الكوفرته كده واحط عليها الطبليه عشان نحط الغدا. وبعد الغدا بقى نشوف عملنا ايه لما النور جه وكملنا ازاي. فجبت بقى ايه الكوفرته ده، هي نظيفه والله زي الفل، بس الواد قالوا لنا عشان ايه عايزين نقعد كده في حته نور وطراوه، وكان الجو ساعتها حر بقى، فقلنا خلاص بقى ايه نقعد كده في وش البلكونه تجيب لنا شويه هوا. ويا دوبك يا دوبك الطبليه اتحطت من هنا، واخينا ده طلع قعد فوقيها من هنا زي ما انتم شايفين. تقريبا هو الاكل، في اكل حلو كده، هو في اكل جميل كده، هو ده الغدا بقى النهارده صلوها. فالمهم بقى قعد فوق الطبليه كده لغايه ما انا جبت الاكل، قلت لهم بقى يلا تعالى يا ادم اتغدى عشان تاخد العلاج، يكون كده النور جه نعرف ان احنا نشوف ايه اللي ورانا، وادخل اعمل لكم كمان حاجه حلوه. فقلت له بقى انزل بقى يا صالح من على الطبليه دهيت علشان احط الاكل. هو كان قاعد بقى عمال يلعب ومش راضي ينزل ولا يروح ولا يجي ولا اي حاجه. كنت عايزه كمان اشكركم قوي على كل كلامكم الحلو الطيب اللي انتوا قلتوه في حق ابني المره اللي فاتت على الفيديو اللي فات، والكلام اللي يعني انا مش عارفه والله اقول لكم ايه. جزاك الله خير كل اللي قال كلمه حلوه على ادم، وكل اللي دعاله دعوه حلوه، وكل اللي قال الف سلامه. بجد بجد انتم يعني خير سند والله العظيم. انتم مش يعني ما انتش ممكن تصدقوا قد ايه فارقين في حياتي، وقد ايه دايما كده مجمدين قلبي، وقد ايه ساندني، وقد ايه يعني الحمد لله. والله انا بشكر ربنا كل يوم ان انتم موجودين معايا في القناه، وان انتم اصلا اصحابي، وان انتم في حياتي وكل حاجه. والله يعني انتم من النعم اللي المفروض الواحد يشكر ربنا عليها. المهم حطيت بقى الغدا كده وقعدنا، وبعدين بعد الغدا بقى رحت قايمه. اول حاجه عملتها لو انتوا بقى تفتكروا من الفيديو اللي فات، انا كنت حاطه المواعين في غساله الاطباق، كملت بقى بمواعين الغدا ورحت مشغله غساله الاطباق. وطبعا زي ما انتم شايفين صالح لازم بعد الغدا على طول يغير هدومه، ما ينفعش يتغدى من غير ما يغير هدومه، لانه طبعا بيوقع على نفسه بقى وكده وبيبقى يعني هدومه مش حلوه، فباخده اشطفه بعد الاكل وبغير له هدومه. وشغلت غساله الاطباق وقلت بقى هعمل لهم عصير مانجا علشان كل واحد ياخد كوبايه عصير كده، ويقعد بقى يعني يذاكر يشوف اللي وراه. ادم كمان ما بيعرفش يكتب للاسف لان الجرح في ايده اليمين. فقلت له ايه بقى، قلت له ان شاء الله باذن الله انت بس ذاكر وسمع شفهي في الدروس، ولو في اي كتابه او كده انا اكتبها له، يعني انا اقعد جنبه واساعده ان ايه ان انا اكتب له لو في واجب ولا كده كتابه اكتب له انا لحد ما يفك الغرز ان شاء الله ويعني يرجع سليم تاني. فضربت بقى هنا المانجا دي، المانجا اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض، بصوا زي الفل وزي العسل وشايفين والله، وتقيله وجميله وما بيبقاش فيها الياف، حلوه قوي الصراحه انا بحبها يعني. في برضو ناس جربتها وحبتها، وفي ناس بتفضل طبعا اللي هي الايه الزبديه وكده. كل واحد طبعا يعني كل واحد هو حر. بجد بجد هي طعمها تحفه. شايفين بقى اللي هو الطبق ده عمل لي قد ايه، عمل لي 3 كوبايات، عمل لي 4 كمان يعني، بس انا رابع كوبايه. انا هنا كنت بوريكم ايديا بقول لكم على اللي هي التعوير اللي قلت لكم عليها ساعه ما كسرت الازاز وكده، هي دي. فالمهم انا مش هشرب يعني عصير. حطيت طبعا لصالح في الكوبايه ده هي اللي هي البلاستيك عشان خاطر ايه يشرب مع اخواته عشان ما يكسرش يعني الكوبايه الكبيره. بس انا ما كنتش عايزه اشرب عصير، انا كنت عايزه بقى حاجه كده تفوقني. انتوا عارفين اللي حاجه بقى تدينا كده طاقه وباور ونعنشه، عشان كان عندي شغل كتير لسه يعني ما عملتوش وكده. فقلت خلاص انا بقى اعمل حاجه كده تفوقني وتبقى حلوه. فحطيت بقى لصالح من كوبايه العصير بتاعتي، ورحت انا بقى شربت اللي فضل، ورحت قلت بقى هعمل ايه، هعمل ايس كوفي. النسكافيه اللي انا عملته معاكم لسه فاضل فيه حته يعني مش كبيره قوي. فالمهم جبت بقى اللي هو قوالب التلج دي. قوالب التلج دي انا جايباها جديده، الاتنين القالبين ب 15 جنيه، بس فعلا حلوين جدا جدا، مش زي
مش زي اللي هو القوالب التلج اللي بتيجي مع التلاجة دي، الصراحة ملهاش اي لازمة، بتبقى قوالب صغنطوطة خالص كده ومش حلوة والله، يعني مش دايما ما بتدينيش النتيجة اللي انا عايزاها. فالمهم انا جبت بقى اللي هي القوالب دهيت وحطيت فيها التلج بقى، ورحت واخدة كده كام تلجاية وحطيت كمان عليهم. بس كان المفروض ندوب بره النسكافيه، يعني المفروض كان النسكافيه ده كنت ادوبه بره الاول وبعدين احطه بقى مع التلج واللبن، يعني كنت احطه في الاخر. يعني انصحكم لو بتعملوا، بس ده فاتتني طبعا من كتر بقى الوقفه والتعب وكده، فاللي هو كنت عايزه اخلص. لكن بدوبي معلقه النسكافيه دهيت في شويه لبن دافي علشان يدوب، وبعد كده انزلي بقى عليهم باللبن الساقع وبالتلج وبكل حاجه انت عايزاها. عملت انا ايه بقى بعد كده؟ عملت اللي هي لقيت بقى الكوبايات اللي هي مكان العصير بقى والايس كوفي والقهوه اللي كنت شارباها والكلام ده كله. فلقيت الكوبايات ده هي طبعا اتوسخت وكده، فالكوبايات دي بقى ما ينفعش تستنى في الحوض عشان ما تتكسرش، وفي نفس الوقت انا مش هشغل غسالة الاطباق مرتين في اليوم، انا بشغلها مره واحده بس. فقلت طبعا مش هسيبهم بقى يباتوا في الحوض، خلاص اغسلهم بقى كده على ايديا علشان اعمل حاجه تانية ناويه ان انا اعملها في المطبخ وكده، اخدها بما ان اليوم الحمد لله عدى عليا رايق، ولسه يعني لسه شويه عندي شويه وقت وطاقه ان انا اخد حاجه معايا بقى كده من الشقه بالمره، علشان تاني يوم اقوم كده فايقه ومرتاحه وما رايش حاجات كتير، في حاجات كتير انجزتها وهوريكم كمان في اخر اليوم عملت ايه لنفسي علشان اكافئ نفسي، وفي وقت الوقت يعني في نفس الوقت عشان ندي لنفسنا بقى بريك، اللي هو ايه، انا بيجيلي وقت كده والمفروض كل واحده مننا يجيلها الوقت دي وقت ده ان انتوا تقولوا اللي حواليكم يعني ايه رقم غير متاح الان، يعني انت دلوقتي خدمه غير متاحه مش شغاله. فانا بقى بحاول ان انا قبل ما ادخل في المرحله بتاعه الخدمه غير متاحه دهيت ان انا اكون حسيت بالرضا وانجزت حاجات كتير يعني، وايه، وان طول طبعا الحمد لله ما عندي طاقه وعندي وقت وعندي مجهود ان انا اعمل حاجه يعني تكون سريعه في البيت وفي نفس الوقت تفيدني، بعملها وما بتاخرش. الا طبعا لو انا حسيت خلاص ان انا مش قادره اعملها، خلاص مش مهم تتاجل، مش مشكله، اللي ما تعملش النهارده يتعمل بكره. فالتلاجة طبعا كانت غيظاني جدا. ايه ده يا نودي؟ بصوا المنظر، التلاجة كانت غيظاني قوي لانها متبهدله طبعا من العيد الكبير، من ساعه تنظيفه العيد الكبير وانا ما جيتش يمها. واللي زاد وغطى كمان ان او اللي ساعد ان هي تتبهدل بالشكل ده ان انا يعني بقالي فتره انتوا عارفين ما بنزلش السوق، ما بسوقش حاجات كتير، ممشيه اموري كده اليوم بيومه علشان الظروف اللي انا فيها. فده طبعا بيساعد ان التلاجة ما تتغسلش، لان اكتر حاجه يعني بتبسط نفسيتنا كده وبتخلينا عايزين نقوم وننظف التلاجة ونرتبها ان احنا ننزل نجيب مشتريات جديدة بقى وحاجات جديدة ونحطها في التلاجة وكده. فبما ان طبعا الخيار ده ما كانش متاح يعني قدامي، فاللي حصل ان انا عملت ايه، ان انا ما كنتش يعني باجي من التلاجة ولا بعمل فيها حاجات كتير ولا كان عندي وقت ليها. فقلت لا خلاص بقى انا عملت الكتير وسبت الكتير وجه الوقت بتاعك دلوقتي. فقمت على طول عليها كده. عايزه اقول لكم بقى بتحسوا كده بالروقان، حسيت ان انا فقت لما عملت التلاجة بجد. كل اللي عملته في يومي ما حسيتش بيه قد الحاجه اللي انا عملتها اللي هي اصلا زياده على اليوم، اللي هي بره الروتين. يعني انتوا لو تشوفوا كل حاجه عملتها في اليوم هو جوه الروتين العادي التقليدي لكل يوم، ضيفي بقى عليهم حاجه مختلفه، حاجه مش بتتعمل كل يوم، هتحسي ساعتها ان انت حاسه انك انجزتي حاجات كتير جدا. يعني ممكن الحاجه الوحيده الزياده اللي انا عملتها هي التلاجة، لكن حسيت ان انا انجزت كتير، لان التلاجة مش كل يوم بنعملها، تنظيف الاجهزه مش كل يوم بنعملها. فخلي كده في يومك حاجه زيادة لو عندك طاقة ومجهود تعمليها، تكون من اللي هي مش بتتعمل كل يوم. امسحي الدواليب مرة، رتبي ظرف الدولاب مرة، رتبي درج مرة، غسلي التلاجة مرة، اغسلي الفريزر مرة. ولما نيجي نغسل التلاجة الصراحة انا بفضل ان انا اغسل الفريزر لوحده واغسل التلاجة لوحدها. ليه؟ لو انا فصلت التلاجة كلها وغسلتها كلها مرة واحدة وطلعت التلاجة من تحت والفريزر من فوق، يعني صحتي ومجهودي هيستنزف بدرجة جامدة. هتقولي لي هو الفريزر هو ده اللي هيخلص على مجهودك؟ هقول لكم والله بجد ده مش هزار. انا عبال ما عملت اللي هو التلاجة بس من تحت كنت برضو حسيت ان انا عملت مجهود وكده. فما تاخديش التلاجة مع الفريزر، نصيحة لوجه الله، بيبقى كركبة كتير وبتحسي ساعات انك مش قادرة تكمليها اصلا، او ان انت انزعجتي او تعبتي وانت بتعمليها. فانا مش عايزاكي تحسي الاحساس ده، لان انا عايزاكي وانت بتنضفي كده تكوني مبسوطة باللي عملتيه وباللي انجزتيه. فعشان تحسي بكده قسمي الحاجة، ما تعمليهاش كلها مرة واحدة،
عملت التلاجة من تحت النهارده، يوم تاني نعمل الفريزر من فوق، وان شاء الله يعني هتكون التلاجة برضو لسه زي ما هي. ده البهدله اللي هي فيها دي كلها ومن العيد الكبير، يعني مش من اسبوع ولا من اسبوعين، من زمان. فالتلاجة من الحاجات اللي هي مش بتتبهدل بسهوله طول ما احنا برضو ايه يعني برضو مراعينها وكده. ولو كان برضو بنعمل مشتريات الاسبوع والشهر زي ما كنا بنعمل مع بعض، ما كانتش وصلت كمان للحاله ده هي يعني. بس هو بقى ايه السهو عنها بسبب الظروف هو اللي عمل كده. فالحمد لله غسلناها ورجعنا كل حاجه زي الفل. فيه طبعا قطع غيار مكسوره فيها، دي المفروض ان هي تتطلب من الشركه، ف ان شاء الله بس الفرصه تيجي وهطلبهم من الشركه. مش عارفه والله سعرهم كام، بس ان شاء الله هطلبهم. بصوا بقى الناس اللي سالتني على الصفايه دهيت، الصفايه دي حلوه قوي، وانا كنت جايباهم باكت كده 3 مع بعض عاملين 23 جنيه بس. هي جميله وغويطه كده وبتلم اي حاجه، وباخدها اكبها وارجعها تاني مكانها. فاللي عايز يجيبها حلوه يعني حلوه جدا ما شاء الله. بصوا بقى دخلت بقى هنا على التلاجة، بصيت عليها لقيتها ان هي مش محتاجه ان انا اكب فيها ميه او اغسلها او اقعد اليف فيها. طب علشان ما تبص منك بسرعه، يعني انتي خدي الرفوف بتاعتك ليفيها زي ما انت عايزه. لكن التلاجة من جوه ساعات كتير بنليفها بس من غير كب ميه، بنمسح كده بفوطه وننشف بفوطه برضو، لان كب الميه الكتير بيخليها تصدي ويحصل فيها حاجات مش حلوه. فانا اما بصيت كده فيها حسيت الحمد لله الحمد لله. شوفوا رغم البهدله اللي كانت على الرفوف دي، مطرح طبعا حط الولاد وشيل الولاد، هي بس اللي كانت متبهدله. لكن التلاجة ذات نفسها لقيتها مش محتاجه ان انا اعمل فيها كده. فجبت البخاخه بتاعتي طبعا اللي احنا عاملينها مع بعض، فيها حبه كلور صغيرين وحبه مسحوق، وبديت ان انا بقى ايه ابخ كده وامسح والمع. مسحت كذا مره ولمعت، لما انتوا شايفين اهي بقت زي الفل. كانت الرفوف بتاعتي خلاص بقى اتصفت ونشفت وبقت تمام. رحت جايباها ورحت مركبه بقى التلاجة، وهوريكم بقى شكلها دلوقتي. بقت بتبرق حرفيا بتلمع زي الفل ما شاء الله. ظبطتها بقى دلوقتي اهو بعد ما شغلتها، يعني غيرت درجه الحراره بتاعتها بما ان الدنيا ما بقتش صيف قوي زي الاول. فخليت الفريزر على 17 وخليت كمان التلاجة على 5. يعني انا شايفه ان كده كويس قوي. ومسكت بقى ايه التلاجة اوريها لكم كده، شايفين زي الفل اهي جميله ما شاء الله. ونشفت الرفوف بتاعتها وخليتها بتبرق. ان شاء الله نملاها كده وتملوا كل تلاجاتكم بالصحه والهنا والعافيه، وتفرحوا بالحاجه بتاعتكم. قد ايه التسوق بيحسن من نفسيه اي ست فينا. المهم بعد كده بقى قمت حضرت عشاء لادم علشان يتعشى برضو وياخد علاجه، وعملت كوبايه شاي لنفسي كده علشان نروق كده بقى ونفوق. لان انا بعد كوبايه الشاي دي هقول لهم بقى ايه، يعني الخدمه غير متاحه، محدش يسالني على حاجه، محدش يدور عليا، محدش يسال انا فين، سيبوني بقى كده خلاص ارتاح. فبما اننا هنخش في مود ارتياح وروقان، فنروق على نفسنا بقى. فايه اللي معايا ده النهارده ده حبيبات كده يعني لتدليك القدمين للبديكير. الفواره بتجيبي شويه ميه دافيه، مش الفواره معناها ان هي بتفور، لا بس هي بتزغزغ كده في الرجلين. انتوا عارفين بتفور زي فوران الصودا. شفتوا فوران الصودا كده في الكوبايه، بتبقى شبهها كده بتحسي بيها في رجليكي. فدي بقى بنعمل بيها ايه، بننقع رجلينا بقى فيها كده بعد الوقفه طول النهار. الصراحه هي حلوه قوي. وبعد ربع ساعه من بتنقعي رجليكي فيها، يعني هي بتجيبي ميه دافيه وتحطي فيها حبه وتحطي رجليكي. فبعد ربع ساعه بقى كده بتشيلي رجلك، لو عندك مقشر بتقشري رجلك بيها زي الحجره والحاجات دي، بتلاقي رجلك راحت ما شاء الله زي التفته الحمراء. وانا من وجهه نظري البسيطه ان اهم جزء في رجلين يعني في الست هي رجليها، القدم بتاعها ان هو دايما يبقى نظيف وشكله حلو، ما يبقاش كده زي قدم عادي بيدوس على الارض. فبجد الحركه دي بتبقى حلوه قوي وبتريحك كمان، وبتريح رجليكي كده اخر الليل، وبتلاقي نفسك كده فوقتي. فاعملي الحركه دهيت يعني قبل الشاور كده، اقعدي كده وانقعي رجليكي في شويه في بلاستيكيه فيها شويه ميه دافيه، وحطي فيها اللي هو الافونا املاح ده، وهتحسي بانتعاش. غير كمان ان ريحتها حلوه، وريحتها دي هتثبت في رجليكي. يعني انت لما تقعدي حتى بعدها كده وتطلعي من الميه وتقعدي، هتحسي ان انت شامه ريحه رجلك حلوه. يعني هي قاعده لو قاعده مثلا في وسط ولادك او جوزك او كده، هيحسوا ان ريحه رجليكي باينه حلوه. يعني شوفوا بقى ما شاء الله، بتبقى موقف حلو على فكره، بيبقى موقف حلو، بيبقى شكلك كده امور قدام يعني ايه ولادك جوزك بيتك، وقدام نفسك اهم من كل ده. فبجد جميله. فحطيت منها كميه كده حلوه، وبدات بقى ان انا دي تاني مره اجربها. طبعا انا ما قلتلكوش عنها لان اول مره كنت اجربها كانت المره اللي فاتت، دي تاني مره اجربها.
فبصوا بقى الاملاح بتاعتها عامله ازاي. فبدوبها كده في شويه ميه دافيه، وهي بقى بتفضل تطلع زي ما قلت لكم، تعمل زي الصودا كده. انت بتحسي بقى بالفوران بتاعها في رجليكي بقى اما تنقعي رجليكي. هدوبها بقى كده، وبيبقى برده فيها ملح بالتاني بقى. انت بتدعكي رجليكي الاتنين في بعضيهم كده وانت حطاهم في الميه، بتحسي براحه كده واحساس حلو. وبتروحي بقى قاعده فيها هم 15 دقيقه بالظبط، وبعد كده تقومي تقشري رجليكي بقى وتفوقي كده تحسي بانتعاش. مع الف سلامه، وقابلكم في فيديو جديد.